تعالى دلوقتي حلل علينا يوم منيل ب60 نيلة، اليوم اللي جاي ده يقول لك يوم المولد النبوي. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو لخطيب شاب يقف على منبر أحد المساجد ويحرم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، واصفا إياه بأنه يوم منيل ب60 نيلة وفق تعبيره. طيب الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عملوا اللي احنا بنعمله ده؟ ما حصلش. احنا لا نبتدع بدعة نعاقب عليها يوم القيامة. الفيديو أثار موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة. وفي أول رد رسمي أعلنت وزارة الأوقاف أنها كلفت القطاع الديني بمتابعة الفيديو المتداول وتحليل محتواه مع فتح تحقيق شامل من الجانبين الفكري والإداري للوقوف على تفاصيل الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا وزير الأوقاف بالتدخل العاجل وإيقاف الخطيب عن ممارسة عمله وإحالته للتحقيق والمحاسبة على ما وصفوه بتصريحات مسيئة لا تليق بالمقام النبوي ولا بمكانة المولد النبوي الشريف في وجدان المصريين.